وبشكرك، لكن انا زي السمك الميه بتاعتي هي مصر. كذب. وانا لما هروح كذب، دي كذب. اسكت بدل ما سجلها. لا كده البتاع دي في وشك. والله يا جماعه، والله يا جماعه كده والله العظيم يا استاذ والله يا جماعه كده لا في حد هيتفق معاك تعلق. بص يا استاذ وائل، ولا حد هيتفق معاك تعلق. استنى بس، اقسم لك بجلال الله عز وجل. هيقولوا ازاي ناس استنى بس اسمع بس كلام. انت ماشي كويس انا جيت لك احتراما ليك. طيب خليه لما يقول كذب، ما انت بتقول كذب، ما انت بتتهمه بالكذب. سيره زوجتي على فكره او ابنائي لا يمشي هو ما جابش. لا اللي يقول لك انا طلبت زوجتي دلوقتي ليه؟ اللي يقول لك زوجتي الزوجه والبيت، يقول لك زوجتي وابنائي ليه بقى؟ سيب طلبوا. انا طلب اسكت انت تسمع انت لو سمحت انت لا هو اسمع لما اتكلم على مراتي وولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه، هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه، نطلع فاصل يا جماعه، نطلع فاصل يا جماعه. لا انت بتقول يا سلام عليك ولد، قلت لها ده ولد كويس خد راحتك وموهوب، ودي حاجه اشاده على فكره. ولد كويس نقول يا ولد يا ولد في التعليق، خلي بال حضرتك بس. وحرام انه يسقط. قالت لي رايك ايه؟ قلت لها اعملي لجنه ثانيه يا مدام نجوى وانا بقول لك هينجح. عملت لجنه ثانيه ونجح احمد الطيب بقى معلق في الاذاعه. ثم انا بقول لك بالاسماء والله كده. طب ما نسمع يا كابتن. بص يا استاذ وائل على كل حته. بص يا استاذ وائل، هسيبك نفس المده بتاعته. بص يا استاذ وائل، نفس المده كامله. لا هو ساعتين ونص بيحكي. اتفضل. كلمت بعد كده الاستاذ حسام الدين فرحات، كان ماسك قناه النيل. قلت له كانت لسه طالعه قناه النيل، قلت له في ولد موهوب كويس اسمه احمد الطيب، بص عليه يا استاذ حسام. وربنا كده. طب خلاص يا كابتن احمد ما تسجل. المهم اهو بص اي ورقه اهي يا عم، ولا ورقه ولا قلم بقى. استاذ وائل انا جاي ارد على نقط معينه عشان امشي، فسيبني الله يخليك. انا عندي طياره الصبح، انا مسافر اقدم محاضرات في الاعلام في الاردن الصبح ان شاء الله. ربنا يستر. وبالفعل ربنا يسترها عليك وعلى اللي زيك ومن اللي زيك يا اخي. خليني ماسك نفسي. يلا يا كابتن احمد، كابتن احمد انت واحترمت الراجل. احنا اتفقنا. خليني يا جماعه والله انا يا استاذ وائل والله انا لما بقعد اتفرج عليكم بلاقي الضيف بيعملوا كده بقفل التلفزيون. خلينا بقى اقول الكلمتين اللي عندي الله يخليك. انت مؤثر وهو مؤثر. لا يعني هنا كده يا جماعه اسمعني للاخر الله يخليك. هقول كلمتين اقوم اروح. استاذ حسام فرحات فعلا قال لي ده ولد كويس وموهوب وانضم لقناه النيل. ثم كلمني الصديق العزيز علي سعيد الكعبي وكان رئيسا لقناه ابو ظبي الرياضيه. قال لي يا كابتن احمد انا عايز 2 معلقين شباب. قلت له احمد الطيب وعلي محمد علي. عليا الطلاق كده. طيب يا كابتن احمد خلاص. تصدق وتأمن بالله يا استاذ وائل والله ما بقول كلمه كده. المهم انا عارف انا بقول ايه. كويس. رحت اذا كنت انت مطلع 10 مرات دي حاجه ثانيه بقى. كلمت علي سعيد عم كلمني علي سعيد الكعبي، والدليل ان احمد الطيب كل اجازه يجيب لي بدله او يجيب لي جاكيت عرفانا بالجميل، يحلف بالطلاق انه كده. دي مش كويس كده، دي صح. بس كويس عشان انا مرتشي. دي صح. المهم بيجيب لي بدل ليه؟ طب ده هدايا محبه يا جماعه. ليه ايه سببها؟ بس انا عايز اسالك بس ايه سببها؟ ايه سببها؟ ليه بيجيب لي انا هديه؟ لانه بيعترف دايما، يقول لي انا بعترف بعرفانك وجميلك عليا، انت اللي سفرتنا ابو ظبي. كلمني بعد كده بالثلاثه ما حصل. والله انت متجوز 10 مرات عليا الطلاق بالثلاثه ما حصل. بص لان بيقول كده على فكره انا اعرف ان هو ممكن يعني يقول حاجات عظيمه كتير. خلي بالك انت معلق بتتسلل للبيوت يا استاذ الفاضل. كذب كتير ورا بعض غريبه جديده دي. استاذ وائل الناس ما عهدت فيا الا الصدق، وعمري ما بكذب ومش هكذب عشان كويس. كمل لك بس. بعد 6 شهور كلمني علي سعيد الكعبي، يا رب يعرف يجيبوه على التليفون. قال لي منك لله منك لله منك لله، ده بيحارب فيا بكل الطرق عشان يمشيني. وبالفعل علي سعيد الكعبي ساب قناه ابو ظبي بعد ما كان سعيد جدا بيه في البدايه. ثم انتقل من الامارات الى قطر بطريقه او باخرى. ادي قصه تعارفي مع الكابتن احمد الطيب. احمد الطيب جه علق على الدوري في قناه 10 ايام ما كانت واخده الدوري العام. بقول لك معلومات. مباراه الاسماعيلي والاتحاد السكندري. احنا عندنا الفاظ في الكوره ما عمرنا ما سمعنا كلمه انقلاب. فالاسماعيلي كسب الاتحاد 5-0 في اسكندريه، قعد ياكد على كلمه انقلاب. طبعا كلمه كده انا عرفت مين اللي كان بيكتب الحاجات دي ومين اللي بيصدرها للي بيكتبوها. اقسم بالله بتتقال في كل مباراه بيعلقها كانه الدوري القطري ده الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي، الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، اعلى دوري يعني بيعمل دعايه لقطر دائما. قطر لازم تكون موجوده. طيب ده كلام موضوعي يرد عليه. ماشي. كلامي كله هتلاقيه موضوعي. ولا كلمه ايه انقلاب؟ ما عايز يقول لك ده انقلاب في المعايير والمقاييس. عمرنا ما قلنا كلمه 5-0. عمرنا ما قلنا كلمه انقلاب في الكوره. المهم فانت عايز تقول يعني انه قناه 10 قالت ما يجيش، انه بيغمز على انه الوضع في مصر انقلاب. قناه 10 قالت ما يجيش تاني. مش
بسبب ده طبعا من بعدها ما دخلش القناه، ما علقش في القناه. الناس بس ما بتنسى، واخد بال حضرتك؟ يا جماعه ايه ده في جه على قناه النيل على فكره ازاي ما اعرفش كويس. اقسم لك بالله لما اشتغل انا قاعد احتراما لقيمتك ولقيمه الكلام ده. ما ده كلام موضوع يا كابتن احمد. اقسم بالله ما هيترد عليه، ده مش كذب، ده فجر. عايز تقوم طب تمشي هنرد عليه. ولكن لا تصدق انت مش محترم. اللي هيقوم يمشي ده يا كابتن احمد. حاجة يا كابتن احمد على فكره استاذ وائل، يا كابتن استاذ وائل لو سمحت، استاذ وائل لو سمحت بعد اذنك، اقسم بالله ده ما محترم والله. طب كده هل ينفع ان كلاكما كمل لك بس استنى بس يا استاذ وائل، خليني اكمل لك. طب انت قلت لي انا مش هوصيه لضيفي. سقط القناع يا ما يقول لك فجر ويقول لك كذب 10 مرات، ما يهمش، ما تقول له ده. طب ما انت قلت كده، خلينا بس اكمل لك. انت قلت كده يا كابتن. انا ما قلتش كده ولا طب ما 10 يهم مرات. يا جماعه كلاكما بيتسلل للبيوت. اكمل بس خلينا اكمل بس. حلو كده. ادي علاقتي بالاستاذ احمد الطيب. استاذ احمد الطيب جالنا قناه النيل بيعلق، اهلا وسهلا. مع اول مباراه اشتكيت للساده المسؤولين موجودين، اسامه الشيخ المسؤول ومحمد كامل المسؤول، قلت لهم يا جماعه شايف فتنه بتتزرع، شايف مخطط بيتعمل، ارجوكوا لو سمحتوا. ايه مؤشرات؟ خلي بالك كل كلامه كل كلامه ايه تعصب، الأدلة؟ كل كلامه كل ايحاءاته كل رميه من اوله لاخره تعصب، كله من اوله لاخره يعني تعصب. تعصب للزمالك وتهوين من الاهلي. بص يا استاذ وائل، احمد الطيب لا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا يحزنون. احمد الطيب كل همه انه بيكره النادي الاهلي. نمرة 2 يا اخي بلاش كذب يا اخي. خلاص ما تكتب عندك. لا دي مش هو دي الفتنه ان جاي معاه هي دي الفتنه يا كابتن. والله الاهلي ما بيكرهش الا انت دلوقتي اداره وجمهور. جاي معاه مخطط جاي معاه مخطط من قطر. عايز اعرف ادله هذا المخطط ايه بقى؟ كل اللي بيقولوا في تعليقاته، ايه مخطط؟ كل اللي بيقولوا ما اسمعوا بقى، مش انت سالت ايه الادله؟ كل اللي بيقولوا في لقاءاته، هات له اي انترفيو، هات له اي تعليق، كله ايحاءات، كله رمي، كله من اوله لاخره. على فكره عشان تعرف قد ايه شجاعتي، انا سبت البرنامج عشان اواجه لان انا مواجه. قد ايه شجاعتي، انا الوحيد اللي واجه الالتراس. قد ايه شجاعتي، انا الوحيد اللي فجرت قضيه الجزائر. قد ايه شجاعتي، انا الوحيد اللي اتكلمت على الفساد في المحله. قد ايه شجاعتي، انا اللي اتكلمت على مشاكل الحكام وعلى مشاكل المدربين وعلى مشاكل نادي الزمالك وعلى الاداره وعلى الحاجات دي كلها. الوحيد اللي ولع الدنيا كلها. الناس يا جدع اسكت. طيب يا جدع اسكت. بس كمان الشجاعه تقتضي يا كابتن احمد اذا وجهت اتهاما ده بوضوح. انا بقول لك اصل انا لما اقول بينفذ اجنده قطريه مؤكد 100%. انت تعرف اكمل لك 100% دلوقتي في الزمن اكمل لك 100% هات كل يا استاذ ده انت مطالب بمحاكمته. طبعا هات كل مبارياته. اذا ما كانش في كل مباراه ايحاء واثنين وثلاثه، قول لي ما تجيش هنا تاني، قول لي ما اشوفكش في الاعلام المصري تاني. قصه محسومه طبعا وقطعا. قلت لاسامه الشيخ اللي مسؤول عن وضع المعلقين، حرام عليك كده كفايه اكتر من 12 مره. يا اسامه ما ينفعش، يا اسامه الدنيا باظت، يا اسامه ما ينفعش، يا اسامه الدنيا باظت. لا تاني ايه اللي يخلينا اقول انه بينفذ الدنيا باظت؟ ان الزمالك بقى مبسوط وجمهوره مبسوط، كل ده كده الدنيا باظت من كل ده. هو عايز دي اللعب على وتر الجمهور، هو عايز دي ولا قيمه لها. اكتر جمهور بيحبني جمهور نادي الزمالك، خلي بالك. طبعا هو بيثق فيا لان محايد وشك حلو عليهم، وشك حلو عليهم. طبعا مش حلو عليهم. عشان اوجه اتهاما من هذا النوع انه ينفذ اجنده اخوانيه قطريه، اصل دي دعوه للقبض عليه تاني طبعا 100%. واسال زملائه واسال الناس واسال اللي بيقويهم في قطر واسال التعليمات واسال امير قطر بنفسه عامل له عقد شكله ايه. اللي انا بقول لك ده عامل له عقد شكله ايه؟ مؤكد بنسبه 100%. لا لبس فيه. لا ما فيهوش لبس اللي انا بقوله لك. ايه المخطط وايه هدفه؟ فتنه يعني اللي انت بتقول عليه يا استاذ وائل، زرع الفتنه، زرع التعصب، توليع الدنيا بين الاهلي والزمالك، ومفيش ما يمنع بين الاهلي والاسماعيلي، ومفيش ما يمنع بين الاهلي واي نادي تاني. قصه محسومه، قصته محسومه. يا ملك التوازنات. جاي بينفذ ده جاي ما عندوش مشكله غير ده. خلي بالك كل ده بقى كوم، وانه يتكلم على زوجتي وعلى بناتي ده كوم تاني. طب وانا لا اصلها اتكتبت شريط عريض وانا لا اقبل ذلك. انا بس خليني اعرف حضرتك من هي زوجتي ومن هم ابنائي. وانا لا اقبل ذلك. معلش بس خلينا لازم نصون العائلات. الله يفتح عليك. خليني اعرفك من هي زوجتي وزوجتك سيده فاضله عصاميه بفضل الله وابوها. بس خلينا كمان وشافت منك الكتير في شغلك، يكفي انك بتشتغل 24 ساعه يعني. وهتشوف كمان وهي سعيده بكده. زوجتي خريجه جامعيه، ابوها واحد من كبار رجال الاعمال وكبار تجار الرخام في مصر، عنده بدل من المصنع 3 مصانع، من عيله ميسوره الحال، عيله لها املاك من فضل الله سبحانه وتعالى. واحد. بنت الكبيره هند
خريجه MSA اعلام امتياز مع مرتبه الشرف، شغل معايا مخرجه، بتاخد مرتب بسم الله ما شاء الله. بنتي الثانيه سلمى خريجه MSA اعلام مع مرتبه الشرف، متجوزه واحد من كبار رجال الاعمال، بسم الله ما شاء الله، بيتها وفيلتها وحياتها وعربيتها، بسم الله ما شاء الله، تصرف على قطر واللي في قطر. وبنت هند تصرف على قطر واللي في قطر، ومراتي تصرف على قطر واللي في قطر، وانا اصرف على قطر واللي في قطر. يعني انت لم تطلب منه انه بنتك تشتغل في قطر؟ بص يا استاذ وائل، بص يا استاذ وائل، انا اولادي عمرهم ما يخرجوا بره مصر، لا بنين ولا بنات. زوجتي عمرها ما تخرج بره مصر، زوجتي عمرها ما اشتغلت. نمره 2، انا واحد من الناس وبكل فخر مواقفي معروفه، وطلعت بمظاهرات ضد الاخوان، العريان باطل والاخوان باطل ومرسي باطل والشاطر باطل امام الاتحاديه مرتين. انا احمد شوبير بيقود مظاهره فيها 5000 واحد، فيها لعيبه كوره من الاهلي ومن الزمالك وغيرهم من اللاعبين، ده في عز ما مرسي كان رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. الفيديوهات عند حضرتك لو عايز تشوفها او عايز تطلعها، او الاخراج او الاعداد عند حضرتك لحق يجهزها. انا لما رحت قطر مع بعثه منتخب مصر لما كانت بتلعب مباراه وديه في قطر، اكبر واحد عرض عليه مبلغ من الجزيره اللي كانت هتتحول بعد اسبوعين 3 الى بين سبورت، من احد المصريين العاملين هناك المسؤول عن التعاقدات. قلت له استاذ علي بحترمك